السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في سبيل التغيير والإرضاء جميع الأذواق، أنا كنقترح عليكم اليوم ندير لكم السيجار معمر بالدجاج والكروفيت. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة لأنها كتجي فعلا لذيذة. اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في نهاية الفيديو. نخليكم دابا مع الطريقة. غادي ناخذ 4 ديال صدر الدجاج ونقلوه في شويه الزيت 3 ولا 4 ديال الدقيق، غير يشد في راسو ونحيدوه. ونفرشتوه طريفات صغار بحال هكذا، ونرجعوا للمقله. غادي نديروا فيها الزيت، ورقه موسى وبصله متوسطه تكون مشلضه رقيقه، ونقليوها مزيان في داك الزيت حتى تبان لينا طابس. دابا غادي نزيدو فلفله حمراء ولا صفراء تكون مقطعه طريفات صغار، طريفات الدجاج، المعدنوس، ثومه غبره ولا ثومه عاديه، البزار، عصير نص حامضه. غنحركو دابا هادشي مزيان ونغطيو ونخليوه يطيب شي شويه. منين تبان لكم الفلفله طابت غادي نزيدو عليه 150 غرام ديال الكروفيت ومعلقه كبيره ديال صلصه المحار. الا ما عندكمش ديروا الصوجه، شويه الهريسه بطبيعه الحال اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. دابا غادي نحركوه غير بما يطيب لينا داك الكروفيت، وما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف، تقريبا شي 3 دقائق ولا 4. غير يبان لكم بيض بحال هكا صافي طفيو عليه. غادي ناخذ 4 ديال ورقه بسطيله تكون صغيره ومدهونه بالزيت، وغادي نحط فيها الحشوه بطبيعه الحال خاصها تكون بارده. دهنوا الحاشيه ببيض البيض باش يتسد لكم، وكملوا بهذه الطريقه حتى تساليو الحشوه اللي عندكم. من بعد غادي تاخذوا كل سيجار وغادي تدوزوه في بيض ديال البيض، من بعد في لاشابلور وتحطوه على جنب. وفي الاخير غادي تقليوهم في الزيت تكون سخونه، ما تكثروش القطع اللي كتقليو باش تقدروا تحكموا في القلي ديالهم. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم وبصحه وراحه. في المكونات غادي نحتاجو زيت، ورقه موسى، بصله متوسطه مشلضه، فلفله حمراء ولا صفراء مقرطه، 4 ديال صدر تاع الدجاج، 150 غرام ديال الكروفيت، بزار، صلصه المحار، فلفله حاره، معدنوس، 4 ورقه بسطيله، عصير ديال نص حامضه، بيض ديال البيض، لا شابلور، والزيت للقلي.